ليه دايما بنقول لكم ان حل تقصف الشعر هو القص؟ تعالوا معايا كده نرجع بالزمن لورا اشرح لكم ايه هي مراحل نمو الشعرايه نفسها، واللي هم 3 مراحل. اول مرحله منهم وهي بنسميها مرحله النمو. في المرحله دي بتبدا الشعرايه تطلع من الجدر اللي هو المسام بتاعها وتبدا تطول سنه بسنه. مرحله النمو ديت ممكن تقعد لحد 6 سنين، كل شهر في السنه دي بيطول الشعر على الاقل 1 سم. بعد المرحله دي على طول بيبدا يدخل في المرحله بتاعه الترانزيشن اللي هي الانتقال. في المرحله دي بنعتبر الشعر حرفيا الهيكل بتاعه خلايا بروتينيه متجمعه ميته. في الوقت ده الشعر غالبا ما بيطولش. المرحله الثانيه دي بتقعد بالكتير قوي شهر. في الوقت ده بيحصل ان الشعرايه مش بتطول، وبما انها مش بتطول فهي مش عايشه، فوانس اتقصفت نشفت اتعرضت لحاجه قطعتها. اول ما بيحصل ده بيبقى الحل الوحيد هو القص. ثالث مرحله وهي المرحله الانتهائيه، وهي ان الشعرايه بتقع وتموت، وده بيحصل مثلا اثناء الشاور او المساج او اي حاجه من الحاجات دي. بس كده.